السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على النبي العربي الأمي وعليه وصحبه أجمعين. هنا لقاء النصر النصر السعودي أمام نادي بنفيكا البرتغالي. هنا لحسابات المعسكر الإعدادي للفريق السعودي للموسم الجديد، المعسكر الصيفي هناك بالبرتغال. هذا الملعب الذي استضاف نهائيات اليورو أوروبا 2004، وأبرز المباريات التي استضافها هولندا أمام الدنمارك عندما انتصرت بهدفين لهدف بمباراة مثيرة لن تنسى بالتاريخ الأوروبي، تاريخ أوروبا. هنا نعود إلى مجريات اللقاء وندخل لمجريات المباراة الآن. الله، تسديدة للنصر، وأي كرة بأول الهجمات، كرة جماعية منظمة بمنتهى الجمال. حارس بنفيكا يتصدى وتذهب إلى كورنر، ركنية للنصر. هنا أوهو لبنفيكا، كان باص طويل بمنتهى الجمال، باص حلو يا سادة يا كرام، لكن أوهو أقوى باص وأفضل باص عدى بسلام عن النصر. وهنا حارس النصر يصطاد لكرة منظمة، تيكي تاكا تيكي تاكا، يا سلام لبنفيكا. وهنا يرد النصر بكونتراتاك بباص طويل ببينية للدون كريستيانو رونالدو. شوف رونالدو بمنتهى الجمال بخبرة الأيام والسنين يسدد بالصميم. حارس بنفيكا يتصدى لنجم النجوم العالمية بكل خبرة وقت دار. نعم، وهنا بنفيكا يرد بكرة مخادعة عبر دي ماريا، صفقة الموسم والصفقة الحديثة لنادي بنفيكا البرتغالي. هنا لنادي بنفيكا بالميسرة، يا سلام، عرضية، نعم، بإيقاع سريع، يا سلام، كرة بمنتهى الجمال، هجمة جميلة جدا، حتوتة ماركة كروية بكل الأوقات والزمان. يا سلام على بنفيكا، أوهو يا سلام على حارس النصر المتألق، رد الكرة الجميلة بالكرة الماضية. وشوف هذا التصدي والبراعة بعد تسديدة بوم أجمل من حارس النصر. هنا لبنفيكا، يا سلام، كرة جماعية منظمة بمنتهى الجمال، بها التيكي تاكا، بها الاختراق والعبور، بها يا سلام، هدف بمنتهى الجمال من فوق الحارس لوب من دي ماريا، يضع خبرة الأيام والسنين ويداولها بالبرتغال ما بين الجماهير، ويضع الكرة بشباك النصر السعودي النادي العالمي. شوف هدف بنادي الشمس، النادي الذهبي من دي ماريا الأنجرتيني ابن يرد بكرة منظمة جماعية بمنتهى الجمال، دي ماريا. وشوف التيكي تاكا والجماعية، شوف جمال بانفيكا، شوف جمال كرة بانفيكا، يا سلام، بعد تصدي لكن لا يستطيع الانقضاض عليها الحارس السعودي. عدت الخط ولا ما عدت؟ يقول الحكم عدت، ويحسبها هدفا ثاني. مشاهدين الكرام، متابعين بكل مكان عبر اس السعودية، هنا يرسم بنفيكا أجمل لماني ويندب حظ العاثر النصر السعودي. نعم هدف، نعم عدت الخط يا رونالدو. هنا باص طويل، إرسال كرة بمنتهى الجمال، اللوب، لكن
مش كما يجب من كريستيانو رونالدو. هنا بهذه الجهة، يا سلام، أوه يا سلام على التكنولوجيا الكروية الحديثة، يا سلام على كرة القدم الحديثة، يا سلام على الكرة وجمالها، يا سلام على جمال كرة القدم بكيفية تناقلها من بين أقدام لاعبين بنفيكا حتوتا. نعم، تناقلها من بين أقدام لاعبين بنفيكا كانت ماركة مسجلة، ماركة ماركة بمنتهى ماركة بمنتهى الجمال. بكل تأكيد يا سادة الكرام متابعين أس السعودية، هدف ثالث بمنتهى الجمال بكل تأكيد متابعين الكرام. هنا نبقى كرة للنصر، يا سلام، بينية بالمساحة ما بين مجموعة من لاعبين بنفيكا، واخترقوا عدوا وفات، وسجل اللاعب السعودي الشاب هدف حتوتة ماركة بمنتهى الجمال، لاعب المستقبل ذهبي يا سادة يا كرام. هو هدف بينية ما بين 3 لاعبين، واخترق 5 لاعبين أيضا، وسجل هدف التقليص للنصر السعودي بمرمى بنفيكا البرتغالي بهدف تاريخي من لاعب سعودي شاب. مشاهدين الكرام متابعينا بكل مكان، نعم، بهذه الأوقات والزمان، هنا لبنفيكا البرتغالية الآن، لكن عدت بسلام الحارس السعودي. شوف بكل اقتدار، اوه اي تصدي، تصدي اللؤلؤة الذهبية، تصدي بمنتهى الجمال. نعم، ينتهي مجريات الشوط الأول الآن بتقدم بنفيكا البرتغالي على النصر السعودي هنا بالمعسكر الإعدادي هنا بأرض البرتغال ب3 أهداف نظيفة. مشاهدينا الكرام، نعود، ينطلق أحداث الشوط الثاني من جديد. أسعد الله أوقاتكم بكل مكان جميل عبر أس السعودية. هنا كرة للنصر السعودي، أوه كرة منظمة بمنتهى الجمال، لكن عدت بسلام، ويرد بنفيكا بباص طويل بحتوتة جميلة، لكن الرأسية كانت وطالت لخارج أرضية الميدان. هنا للنصر السعودي، ونشاهد ما هو القرار، نشاهد ما هو القرار من حكم المباراة الآن. مشاهدين الكرام متابعين بكل مكان، نعم، بهذه الأوقات والزمان، مشاهدين بكل مكان جميل، نشاهد ما هو القرار، بلنتي ولا لا، نشاهد يس بلنتي ولا نو بلنتي، هل توجد تقنية الفار الميم AVR أم لا؟ نشاهد الآن، ليس متواجدة والحكم يرفض، لا بلنتي للنصر. أوه كرة منظمة جماعية، جملة تكتيكية بمنتهى الجمال للنصر السعودي، هجمة تكتيكية وهي مقصية عالمية من المحترف الأنجرتيني ابن تانكو سيليستي ابن الأنجرتين، كان أن يرسم الخبر اليقين والذهبي للنصر السعودي. أوه هنا يرد بنفيكا بهدف رابع، لا يستطيع التصدي الحارس السعودي رغم الإبداع والتميز والإبهار. حارس بكل اقتدار مميز، له مستقبل كبير، بس يدا واحدة لا تصفق. الدفاع يعاني الأمرين، أضعف خطوط النصر الدفاع، نقطة ضعف النصر الدفاع. هنا كرة جماعية تكتيكية لبنفيكا البرتغالي، أوه حرمهم الحارس السعودي من هدف رابع،
أو من هدف خامس من شلال من الأهداف في مرماه. نعم، منعوا نتيجة كبيرة وكان سد منيعا. لذلك هنا كرة للنصر الآن. النصر يرد بكونتراتاك بمرتدة. أوه ويرد حارس بنفيكا على حارس النصر. المباراة أصبحت سجال مفتوحة بمنتهى الجمال ما بين الفريقين، بمنتهى القوة. تصدي هنا وتصدي هناك، هنا للنصر هنا لبنفيكا بمباراة مفتوحة بالثواني الأخيرة والوبضة الأخيرة مشاهدينا، بالثواني الأخيرة. نعم، مباراة هجومية مفتوحة جميلة. أوهو، أي جمال، أي قوة، أي أداء، أي مستوى. ما هذا المستوى الذي أشاهده أمامي على الشاشة بهذه المباراة التي يطلق الحكم الآن قاضي الميدان حكم المباراة يعلن نهاية أحداث المباراة بفوز بنفيكا البرتغالي على النصر السعودي وب4 أهداف مقابل هدف. نعم مشاهدينا الكرام، كان نقطة الفصل ما بين الفريقين الخبرة. نعم، الخبرة رجحت كافة بنفيكا أكيد بكل تأكيد مشاهدينا، وكان ينقص النصر السعودي الخبرة. نعم، مباراة كانت هجومية بعثة بالثواني الأخيرة، مباراة أو باللحظات الأخيرة وبالدقائق الأخيرة. مباراة مفتوحة، فرصة هنا وفرصة هناك، مباراة مفتوحة على مصراعيها تحضرها على الواقف. وكان تألق لحراس المرمى، وكانت أداء، وكانت كرات ساحرة وكرات بمنتهى الجمال. بنفيكا كان هجومي بشكل أكبر، وخبرته التي تكلمت والذي ساعدته بذلك بالفوز باللقاء. النصر السعودي كان مهاجما، لكن اسلوبه ما بتماشى مع الهجوم الناجح والناجع، لانه اسلوبه بلوك دفاعي واغلاق المنطقة واغلاق الاطراف والكثافة الدفاعية والكثافة على الاطراف وعلى المرتدات. وهذا المنطق واقع لانك بتلعب انت امام بنفيكا البرتغالي لو معك كريستيانو رونالدو، لكن جودة النجوم بالأكثرية الجماعية. نعم، جودة النجوم بالأكثرية يتفوق بها بنفيكا البرتغالي بالجماعية، مش زي فريق به كريستيانو رونالدو فقط وتاليسكا بكل تأكيد. واللاعب السعودي الشاب بكل تأكيد الجودة الكلوريتي يتفوق بها بنفيكا البرتغالي على النصر السعودي. هذا العامل القوي والعامل الأول الذي تفوق والذي كان كلمة الحسم بتفوق بنفيكا البرتغالي مشاهدين على النصر السعودي بودية البرتغال. كان معكم معلقا وواصفا بودية البرتغال، كان معكم معلقا وواصفا محمود الوديان. على الحب التقينا وعلى الحب وديعكم من الملتقى سادة الكرام.